هلو حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اولى اعدادي النهارده هنراجع مع نيمو في ماده الساينس الترم التاني. هنراجع يونت 2 كلها، هما درسين وسهلين، وهحل معاكم اسئله المعاصر. طيب تعالى واحده واحده كده نراجع مع بعض. الدرس الاول بيتكلم عن حاجه اسمها potential energy. طب الدرس التاني بيتكلم عن حاجه اسمها kinetic energy. طب تعالى واحده واحده. قبل ما ادخل في potential energy لازم اعرف الفرق ما بين حاجة اسمها distance وحاجة اسمها displacement. ايه ده؟ ايه الفرق؟ قال لي distance دي هي المسافة اللي بيتحركها الجسم، المسافة الحقيقية. بمعنى السواق فضل يمشي فوق اهو، فوق تحت ستريت، وراح لف اليوتيرن وراح رجع تاني وراح مشي يمين وشمال ورجع ستريت. مسافة من A ل B دي المسافة الحقيقية اللي مشيها الجسم. بس في سواق تاني شاطر فتحرك من المسافة A للمسافة B. مسافة ايه بقى؟ short distance، مسافة قصيرة في اتجاه واحد. ده سواق شاطر عارف المكان. فهو ده الفرق ما بين الديستانس والديسبليسمنت. الديستانس هي المسافة الحقيقية اللي مشيها الجسم ما بين نقطة بداية ونقطة النهاية. طب displacement لا، ده أقصر الطريق ما بين نقطة البداية ونقطة النهاية أهو. يبقى يعني ايه distance؟ قال هي عبارة عن total distance of moving body between initial and end point، وبرمز لها بالرمز دي. طب يعني ايه displacement؟ قال لي shortest straight line of a moving body between initial and end point، وبرمز لها بالرمز اس، جايه من short. يبقى تاني عندي حاجه اسمها distance وحاجه اسمها displacement. distance المسافه الحقيقيه اللي بيمشيها الجسم ما بين نقطتين. طب displacement اقصر طريق ما بين نقطتين. يبقى يعني ايه distance؟ total distance of moving body between initial and end point، برمز لها بالرمز دي. طب يعني ايه displacement؟ shortest straight line of moving body between initial and end point، برمز لها بالرمز اس. اوكي. وفي حاجة اسمها speed، سرعة الجسم. ايه سرعة الجسم؟ المسافة اللي بيمشيها الجسم في الثانية الواحدة. يبقى distance covered by body in 1 second اهو، distance covered by body in 1 second، وبرمز لها بالرمز v. اوكي. طيب distance covered by body in 1 second يعني القانون هيبقى ايه؟ قال لي القانون هيبقى distance ان الفيلوسيتي equal distance over time. الدي دي هي الديستنس، والتي ده التايم، والفي ده السبيد. خلاص اوكي. بعد كده عندي حاجة اسمها work، شغل. يعني ايه شغل؟ قال لي كمية الطاقة اللي ببذلها عشان احرك الكنز دي في الاتجاه ده. انا قوتي بزق الكنز دي في انهي اتجاه؟ ناحية اليمين. هتبان لك انت شمال، ماشي. يبقى انا قوة ايدي ماشية ناحية اليمين، والجسم اتحرك في اتجاه ناحية اليمين. ما هو طبيعي، ما ينفعش قوتي تبقى ماشية ناحية اليمين وهوبا الاقي الكنز اتحركت ناحية الشمال. يبقى ده الورك. يبقى من الاخر الورك هو كمية الطاقة اللي بيبذلها الجسم عشان يحرك اي جسم في نفس اتجاه القوة بتاعته. يبقى يعني ايه work؟ اهو amount of energy، كمية الطاقة required to move، اللي بحتاجها عشان احرك the object، الجسم in a certain displacement، مسافة معينة، بشرط لازم تكون المسافة اللي بيتحركها in the same direction of force، في نفس اتجاه الحركة. يبقى يعني ايه work؟ amount of energy required to move object certain displacement at the same direction of force. تاني amount of energy required to move the object
certain displacement at the same direction of force. الطاقة اللي بيحتاجها الجسم عشان يتحرك مسافة معينة ولازم القوة في نفس اتجاه الحركة. تاني يعني work amount of energy required to move the body certain displacement at the same direction of force. يعني معنى كده ان الورك هو الفورس multiply الديسبليسمنت. الورك هو الفورس مالتبلاي الديسبليسمنت. اوكي نيجي بعد كده يعني ايه انرجي؟ يعني ايه ماما تيجي تقول لك افضل كل عشان يبقى جواك طاقه؟ يا ابني جواك طاقه تعرف تروح التمرين، جواك طاقه تعرف تذاكر، جواك طاقه تعرف تشتغل. يبقى الانرجي الطاقه هي القدره ان انا اقدر اشتغل. يبقى يعني ايه انرجي؟ قال لي هي القدرة ان انا اقدر اشتغل اهو it is the ability to do work. حلو. طب عندي كام نوع من الطاقة؟ قال لي عندي potential energy وده يعتبر الدرس الاول في اليونت، و kinetic energy وده يعتبر الدرس الثاني في اليونت. اوكي يعني ايه potential energy؟ بص يا صاحبي انا مسكت الكنز، بذلت مجهود، بذلت شغل عشان احرك الكنز دي من هنا لهنا. كمية الشغل اللي انا بذلتها بايدي اول ما الكنز وصلت لمكانها فوق كمية الشغل اتخزنت جوه الكنز، فكمية الطاقة المتخزنة دي بسميها بوتنشال انرجي، طاقة التخزين او طاقة الوضع. يبقى يعني ايه بوتنشال انرجي؟ الطاقة اللي اتخزنت في الجسم نتيجة الشغل اللي اتبذل. الطاقة اللي اتخزنت في الجسم نتيجة الشغل اللي اتبذل. الطاقة اللي اتخزنت في الجسم نتيجة الشغل اللي اتبذل. الطاقة اللي اتخزنت في الجسم نتيجة الشغل اللي اتبذل. energy stored in object due to work done on it. تاني energy stored in object due to work done on it. تاني energy stored in object due to work done on it. تاني energy stored in object due to work done on it. تاني energy stored in object due to work done on it. حلو. يبقى البوتنشال انرجي الشغل اللي اتبذل عشان احرك الجسم، قصدي كمية الطاقة اللي اتخزنت في الجسم نتيجة الشغل اللي اتبذل. حلو. طب قال لي البوتنشال انرجي بتعتمد على ايه؟ يعني فور اكزامبل الكنز انا حركتها نص متر، هيبقى نفس الشغل اللي هبذله عشان احرك 2 متر؟ لا طبعا، كل ما الارتفاع بيزيد كل ما الشغل اللي انا ببذله بيبقى اكتر. طب الشغل اللي انا ببذله اكتر ده بيتخزن جوه على هيئه بوتنشال انرجي، يبقى معنى كده ان البوتنشال انرجي زادت. يبقى اول حاجه بيعتمد عليها البوتنشال انرجي هي الهايت، الارتفاع. كل ما الارتفاع يزيد كل ما البوتنشال انرجي تزيد. طيب لو انا عندي كنز دي وعندي، انا اسفه في اللي انا هقوله بس اللي لقيته جنبي، صباع الروج ده مين فيهم اتقل؟ دي مليانه بيبسي من جوه او تويست يعني، ودي ما فيهاش حاجه تقيله. الاتنين الويت بتاع ده اتقل من ده، الوزن بتاع ده اتقل من ده. تمام. فالشغل اللي انا هبذله عشان انقل ده قد الشغل اللي انا هبذله عشان انقل الخفيف؟ قال لي لا، كل ما وزن الحاجه بيزيد البوتنشال انرجي بتزيد. يبقى البوتنشال انرجي بتعتمد على حاجتين، الويت والهايت. كل ما الويت بيزيد البوتنشال انرجي تزيد. طب ما كل الهايت يزيد البوتنشال انرجي تزيد. وعملنا قانون بيقول لك ان البوتنشال انرجي ايكوال الويت تايم الهايت. الويت تايم الهايت. طب افرض في المساله يا صاحبي ما جابليش ويت، في قانون خدناه زمان في 6 ابتدائي بيقول لك ان الويت ايكوال الماس تايم جرافيتي، والجرافيتي ثابته دايما بكام؟ ب10 ب10. حلو. عايز اقول لك الدرس خلص يعتبر. يبقى كل اللي انا خدته في الدرس ايه؟
يعني displacement المسافة الحقيقية اللي تحركها الجسم ما بين initial and end point. total distance moving body between start and end point برمز لها بالرمز دي. امال يعني ايه displacement؟ أقصر مسافة تحركها الجسم ما بين بداية والنهاية. shortest straight line of moving body between initial and end point وبرمز لها بالرمز S. طب يعني ايه السرعة؟ مسافة اللي بيتحركها الجسم في الثانية الواحدة. مسافة بيتحركها الجسم في الثانية الواحدة. distance covered by body in 1 second. distance covered by body in 1 second. والقانون دي في دي فوق وفي تي تحت. دي distance في speed والتي time. حلو. طب يعني ايه work؟ كمية الطاقة اللي اتبذلت عشان احرك الجسم في نفس اتجاه القوة. amount of energy required to move the object certain displacement at the same direction of the force. كل مرة بقول أغنية مختلفة مش فارقة، المهم انك ايه تبقى فاهم وحافظ. تاني amount of energy required to move the object certain distance at the same direction of force. وقلنا ان الورك equal الفورس تايم الديسبليسمنت. طب يعني ايه انرجي؟ القدرة اني اعرف اشتغل. it is the ability to do work. عندي نوعين من الانرجي kinetic energy potential energy. يعني ايه potential energy؟ الشغل اللي اتبذل عشان انقل الجسم مسافة معينة. يبقى الطاقة اللي اتخزنت في الجسم نتيجة شغل انا بذلته. يبقى energy stored in object due to work done on it. تاني energy stored in object due to work done on it. تاني energy stored in object due to work done on it. اوكي. جه بعد كده قال لي حاجه كده يعني ملهاش علاقه قوي بالبوتنشال وكايناتيك انرجي، حاجه اسمها اثناء الساينتفك بروسيس العمليات العلميه في حاجه اسمها كنترولينج فاريبل. مش فاهم واحده واحده. انا جبت بذره فول وبذره فول وبذره فول وزرعتهم نفس بذره الفول. عرضت بذره الفول لكميه سان لايت هنا، وعرضت نفس البذره لنفس كميه السان لايت، وعرضت نفس البذره لنفس كميه السان لايت. دي البذره والسان لايت بسميهم controlled variable، يعني حاجه او متغير controlled بيكون دايما remain constant، يعني نفس البذره بنفس حجمها بنفس شكلها بنفس كل حاجه constant. كميه الصن remain constant، فده بسميه variable controlled variable. حلو. جيت بعد كده البذره دي حطيت على بذره لتر ميه، والبذره الثانيه 2 لتر ميه، البذره الثالثه 3 لتر ميه. انا غيرت كميه الميه فالنبات هيتاثر. كل ما اديله ميه اكتر كل ما هيطلع محصول احسن. حلو. طب الميه اتغيرت، صفتها اتغيرت، الميه هي ميه، فدي بسميها ايه؟ قال لي بسميها independent variable. حاجه independent مستقره مستقله ما بتتغيرش بمزاجها، هي اللي بتاثر على النبات لكن هي كميه ما اتاثرتش زي الووتر. طب النتيجه اللي حطيت لها ميه اكتر هي اللي بقت نبات احسن واكبر، فده بسميه dependent variable. الجراس ده بسميه حاجه معتمده. يعني ايه معتمده؟ يعني بتعتمد، دي نتيجه بتعتمد على حاجات تانية. تمام. اوكي. تعال عند الدرس التاني بيتكلم عن kinetic energy. يعني ايه kinetic energy؟ طاقه الحركه، يعني هي الطاقه بتاعت الجسم اثناء ما بيتحرك. يبقى يعني ايه kinetic energy؟ هي energy of object during its motion، طاقة الجسم أثناء حركته. energy of object during its motion. تاني energy of object during its motion. حلو. قال لي الكاينيتيك انرجي بتتأثر بإيه؟ قال لي الكاينيتيك انرجي تعالى كده مثلا فور اكزامبل عندي
عربيه صغيره ملاكي وعندي تريلا كبيره، الاتنين بيتحركوا بنفس السرعه، مين فيهم هيحتاج طاقه حركه اكتر عشان يتحرك؟ طبعا التريلا الكبيره، لان هي وزنها كبير. زي صاحبك السفروت الصغنن وصاحبك المقلبز، الاتنين لازم يمشوا نفس السرعه، مين فيهم هيحتاج كاينتيك انرجي اكتر؟ التخين. اشمعنى؟ عشان وزنه زياده فهيحتاج يبذل مجهود اكتر. فكل ما الماس بتزيد كل ما الكاينتيك انرجي بتزيد. حلو. طب انا عندي نفس العربيه، نفس الوزن، نفس كل حاجه، بس في عربيه بتتحرك ببطء قوي، في عربيه بتتحرك بسرعه جدا 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 جدا، مين فيهم هيحتاج كاينتيك انرجي اكتر؟ او مين فيهم هيبذل كاينتيك انرجي اكتر، طاقه حركه اكتر؟ اكيد اللي هتمشي بسرعه. يبقى كل ما السرعه زادت كل ما الكاينتيك انرجي زادت. يبقى انا عندي تو فاكتور بيأثروا على الكاينتيك انرجي، الماس والفيلوسيتي. ففي قانون بيقول لك ان الكاينتيك انرجي ايكوال هاف ماس تايم فيلوسيتي سكوير. هاف ماس تايم فيلوسيتي سكوير. طيب تعالى بقى نطبق البوتنشال والكاينتيك مع بعض. بس قبل ما ادخل عن البوتنشال والكاينتيك مع بعض، في قانون بيقول لك ان الميكانيكال انرجي ايكوال بوتنشال انرجي بلس كاينتيك انرجي. ميكانيكال انرجي دي الطاقه الداخليه بتاعت الجسم، الانترنال انرجي، هي الطاقه المخزنه بلس طاقه الحركه، يبقى هي بوتنشال انرجي بلس كاينتيك انرجي. طيب ركز معايا في اللي انا هقوله من فضلك. عندي كوره او عندي كنز كان هنا موجود على الارض، انا بذلت ورك، انا بذلت مجهود عشان احرك الكنز دي لغايه ما حركتها فوق ووقفت، ده الماكسيموم هايت، فده اقصى مجهود عندي. طب احنا اتفقنا المجهود اللي انا ببذله بيتخزن في ايه؟ على هيئه شكل ايه؟ بوتنشال انرجي. فطالما ده اقصى مجهود يبقى اقصى بوتنشال انرجي، يبقى فوق اعلى بوتنشال انرجي. طب سبت الكنز يقع، فالبوتنشال ابتدت تقل وتتحول لحركه، تقل وتتحول لحركه، تقل وتتحول لكاينتيك، البوتنشال تقل وتتحول لكاينتيك لغايه ما وصلت للارض. البوتنشال خلاص بقت زيرو والكاينتيك بقت اعلى حاجه. يعني من الاخر اللي عايزه اقوله لك ان عند الماكسيموم هايت، عند الماكسيموم هايت يوهو اهو، عند الماكسيموم هايت اعلى ارتفاع، يبقى البوتنشال انرجي اعلى حاجه اهي، البوتنشال انرجي اعلى حاجه 100 والكاينتيك زيرو. كل ما انزل ال100 تقل كاينتيك تزيد تتحول لكاينتيك. يعني البوتنشال بقت 700، طب ال300 الفرق بقوا ايه؟ بقوا كاينتيك. نزلت تاني عند نص الطريق فنص البوتنشال قل فبقت 500، طب النص الباقي راح فين؟ ال500 التانية راحت فين؟ راحت لكاينتيك. نزلت تحت تاني البوتنشال قلت تاني وصلت 200، الله ده كانت 1000، ال 800 راحوا فين؟ بقوا كاينتيك. نزلت تحت خالص عند المينيمم هايت لقيت ان البوتنشال بقت زيرو وكلها اتحولت لكاينتيك. يعني من الاخر عند الماكسيموم هايت البوتنشال انرجي ماكسيموم والكاينتيك انرجي زيرو. طب عند المينيمم هايت تحت خالص البوتنشال انرجي مينيمم والكاينتيك انرجي ماكسيموم. في حاجه صعبه؟ ايه في حاجه صعبه؟ لا. طيب نفس الفكره في بندول الساعه. قال لي بندول الساعه في الحته دي كده، في ايه؟ في الحته دي كده اهي، دي الاوريجينال بوينت اهو، اوريجينال بوينت. قال لي عند الاوريجينال بوينت نقطه الاصل بتاعته البوتنشال انرجي اعلى حاجه، كل ما اتحرك البوتنشال انرجي تقل وتتحول لكاينتيك، اتحرك تاني البوتنشال انرجي تقل اهو، بوتنشال انرجي تقل وتتحول لكاينتيك، الكاينتيك انرجي تعلى لغايه ما وصلت عند مين؟ الماكسيمم هايت، اعلى ارتفاع وصل له البندليوم، فالبوتنشال انرجي بقت زيرو، وصلت لاقل حاجه اهي زيرو. طب الكاينتيك
بقت اعلى حاجه. اتفقنا؟ اوكي. وقلنا ان الميكانيكال انرجي ان الميكانيكال انرجي ايكوال ايه؟ قال لي ايكوال الميكانيكال انرجي ايكوال البوتنشال بلس كاينيتيك. اوكي. يجي بعد كده يقول لي كل الهري اللي انا قلته ده بستخدمه في ايه؟ قال لي بستخدمه في ان انا عرفت عشان اشيل اي جسم تقيل، بدل ما اخلي المجهود كله ابقى موطيه ظهري كده، فالمجهود كله اللي انا بعمله متركز على السباين، على العمود الفقري والظهر، لا بشيله كده واحاول احرك رجلي، فكل المجهود يبقى متركز على عضلات الرجل عشان احمي السباين. ماشي. طيب البوتنشال والكاينيتيك استخدمناهم في ايه؟ قال لي استخدمناهم في جنريت الكتريستي. ازاي؟ قال لي انا عندي الدم، السد العالي الدم، الميه فوق خالص اهي عندها بوتنشال انرجي. السد العالي مليان بوابات اهي، بوابات، اول ما البوابات تتفتح هوب البوتنشال انرجي الميه تنزل لتحت، فالبوتنشال انرجي تتحول لكاينيتيك انرجي. طب الكاينيتيك انرجي دي بتاعت الميه عملت ايه؟ قال لي دي حته زياده عليك بس اقولها لك. هيت ذا ووتر، سخنت الميه، الاندفاع القوي ده سخن ميه، فلما الميه سخنت طلعت ستيم، بخار. الستيم ده حرك التوربينات، توربين اللي هي بتبقى موجوده في الصحراء دي، اللي بتبقى عامله كده، دي توربينات. تمام. التوربين دي عملت جنريت الكتريستي، ولدت كهرباء. حلو. وعندي حاجه اسمها ديموليشن بول. يعني ايه؟ يعني الكره الهادمه، بيستخدموها عشان يعملوا ازاله لاي بيت قديم. قال لي البوتنشال انرجي دي بتبقى جواها كميه طاقه، بوتنشال قصدي الديموليشن بول دي بيبقى جواها كميه طاقه اسمها بوتنشال انرجي عاليه جدا، فاروح انا باذله مجهود جامد 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 واسيبها بوم، فكل كميه الطاقه البوتنشال اتحولت لكاينيتيك، فتروح رازعه في المبنى بو يروح واقع. فالبوتنشال اتحولت لكاينيتيك، سببت ايه؟ ديموليشن اوف اولد بيلدينج، هدم البيوت القديمه. طيب كده انا لخصت لك الدرس. تعالى يا صديقي نحل مع بعض. يلا هبدأ بحل الدرس الاول، يلا بينا. يلا choose the correct answer، ده كتاب المعاصر. choose the correct answer. لا نبدأ right scientific term. اوكي. right scientific term بيقول لي ايه؟ بيقول لي a set of point through which the object passes during its motion. هي عبارة عن مجموعة من النقط بتوضح حركة الجسم. يبقى ده ايه؟ الباث اوف موفمنت، مسار الحركة، path of movement. ماشي. رقم 2 the total distance او the total length of any body taken by object during its moving from initial and end point. المسافة الكلية اللي اتحركها دي مين؟ الديستنس. اوكي. shortest straight line، اقصر طريق على طول دي مين؟ displacement. distance covered by body per unit time، المسافة اللي بيتحركها الجسم في الثانية الواحدة. ده تعريف ايه؟ السبيد. رقم 5 amount of energy، كمية الطاقة required اللي بحتاجها to move object عشان احرك الجسم. certain displacement، مسافة معينة ولازم يتحرك المسافة في نفس اتجاه الحركة. ده تعريف مين ده؟ برافو، الورك. طيب the resulting of work done by displacement، قال لي نتيجة الشغل اللي اتبذل، الورك، divided by لما قسمته على الديسبليسمنت. ده مين ده؟ انا في قانون بيقول لي
ان الورك ايكوال الفورس تايم الديسبيسمنت. طب لما يقول لي الورك ديفايدد الديسبيسمنت يبقى مين؟ الفورس، يبقى دي الفورس. ماشي. one of the scales in scientific research، واحدة من ضمن السكيلز في الأبحاث العلمية and the designs of scientific comparative experiment، دي بسميها ايه؟ قال لي ده علم من العلم اللي بيوضح لي scientific comparative، اللي هي الحاجات اللي انا بستخدمها مقارنة ما بين كل واحدة والتانية. قال لي دي اسمها controlling variable. اوكي، طب مين فيهم الفاريبل اللي تشينج، اللي بتتغير اثناء، مين الفاريبل ذات تشينج بتتغير during experiment؟ قال لي independent variable، زي الميه كميتها اتغيرت. اوكي، فبتغير من النتيجه بتاعه التجربه، اسمها independent variable. السؤال اللي بعده بيقول لي the variable to be tested which change is response to changing the independent variable. قال لي نتيجه حصلت او نتيجه تجربه لما انا حطيت الاندبندنت فاريبل. ما الاندبندنت فاريبل دي زي الميه. طب نتيجه التجربه دي كانت ايه؟ ديبندنت فاريبل، بتعتمد على كميه الميه. ديبندنت يعني معتمده، يعني بتعتمد على. رقم تاني the variables that are controlled، انا بتحكم فيها to remain constant، تفضل ثابته زي الصن، يبقى دي اسمها ايه؟ قال لي دي اسمها controlled variable. اوكي. it is the ability to do work، ده الانرجي. ايه هي الانرجي stored in object نتيجة work done on it؟ potential energy. the product of multiply الويت، لا multiply الماس مع الجرافيتي. الويت equal mass time gravity، يعني الماس تايم جرافيتي ده مين؟ الويت. ماشي. choose the correct answer. each of the following is unit of measuring distance. كل دوت الميجرنج يونت بتاعت الديستانس ما عدا الديستانس. ممكن اقيسها بالسنتيمتر، ممكن اقيسها بالكيلومتر، ممكن اقيسها بالكيلوجرام. لا، يبقى دي الوحيده اللي غلط. كيلوجرام دي للماس، للوزن. طيب when an object move over distance يعني اتحرك مسافه equal 20 in a straight line in a constant direction، هو اتحرك في ستريت لاين في اتجاه ثابت. يبقى معنى كده ان الديستانس هي الديسبيسمنت، يبقى الديسبيسمنت ايكوال كام؟ 20 برضو. حلو. a car travel over a distance d in time t. ماشي. what is the formula used to calculate the speed؟ قانون السبيد بيقول ايه؟ دي في تي، يعني السبيد equal الديستانس divided التايم. اهو distance divided التايم. ماشي. رقم 4 the opposite diagram illustrate the path of an object from نقطة A، اهي النقطة A to نقطة B، اهي B in 32 second. حلو، يعني اتحرك كل ده في وقت قد ايه؟ 32 second. قول لي الديستانس. ايه الديستانس؟ اتفقنا المسافه الحقيقيه اللي مشيها الجسم، يبقى هو اتحرك. خلي بالك هو قايل لي ان كل مربع ب1 سم. طب يلا نعد. ادي ده هنا مربع 2 3، ادي كده 3 سم، وادي كده مربع يبقى 1 سم. بعد كده طلع لفوق مربع 2، ادي كده 2 سم. بعد كده مشي ناحيه اليمين مربع 2 3، ادي 3 سم. نزل لتحت مربع 2، ادي 2 سم. راح ناحيه اليمين مربع 2، ادي 2 سم تاني. طلع لفوق مربع 2 3، ادي 3 سم. يبقى كل المسافه اللي مشيها 3 بلس 1 بلس 2 بلس 3 بلس 2 بلس 2 بلس 3 هتطلع لي كام؟ 16. ماشي. السبيد احنا قلنا ان السبيد ايكوال ايه؟ الديستنس اوفر التايم. طب الديستنس 16 ديفايدد التايم 32، فهتطلع لي 0.5 اهي. ماشي. سؤال تاني رقم 5 if a student move from his home
to his school. بيقول لي ان الطالب اتحرك من بيته للمدرسة. which is 900 متر. المسافة اللي اتحركها 900 متر. away at a speed بسرعة equal 5 متر per second. he will reach at the school in a time equal. اتحرك في وقت مسافة قد ايه؟ اوكي. انا عندي قانون بيقول لي دي في تي واللي عايزه بخبيه. طب انا عايزه الديستنس فهخبي الديستنس خالص، قصدي التايم. يبقى التايم ايكوال ايه؟ الديستنس ديفايدد السبيد. ديستنس ديفايدد السبيد. طب الديستنس بكام؟ 900 ديفايدد السبيد بكام؟ 5. 900 ديفايدد 5 هتطلع لي 180 منت. طب ما هي 180 منت. ماشي، يبقى دي غلط يا ولاد. ثواني بس عشان ايه اهو. طيب السؤال اللي بعده، الورك ميجرد باي ايه؟ جول. الورك ميجرد باي جول. السؤال اللي بعده، what is the amount of work done by a student pushing a wall of his room with a force equal to 100 نيوتن؟ مش احنا اتفقنا ان الورك لازم يبقى ليه نتيجة؟ طب البي ده زق الحيطة تتحرك، يبقى كأنك ما بذلتش مجهود. ما هو طالما في ورك لازم تبقى فيه ريزلت، نتيجة. طب هنا انت حركت الحيطة فما فيش نتيجة، يبقى الورك كأنه ما اتعملش، يبقى زيرو. ماشي. بيقول لي 65 نيوتن فورس، يعني الفورس ب 65 act on a stationary object جسم معين causing it moving for a distance اتحرك مسافة 10 متر in the same direction of the force في نفس اتجاه الفورس. يبقى الورك ايكوال ايه؟ قال لي في قانون بيقول لي ان الورك ايكوال الفورس تايم الديسبيسمنت. الفورس ب 65 تايم الديسبيسمنت ب 10، يبقى 65 تايم 10 يعني 600 اهو. 600 ايه 50. ماشي. when a force acting on an object is double، لما الفورس بقت دبل والديسبيسمنت ايه ثابته، الورك هيبقى ايه؟ طب ما احنا قلنا الورك ايكوال الفورس تايم الديسبيسمنت ثابته فاعتبرها مش موجوده. طب الفورس زادت للضعف هتبقى الورك تزيد برضو للضعف او هتوصل لدبل، كانها مساله. طيب السؤال اللي بعده، what happened to the dependent variable in scientific comparative experiment؟ ايه اللي هيحصل للديبندنت variable؟ dependent variable يعني دي النتيجة، قال لي هي هتتغير بناء على الاندبندنت variable اللي هي المية، يبقى it change with change the independent variable. ماشي. سؤال رقم 11، what is the independent variable in an experiment conducted to identify the relation between the height from which a ball is dropped onto the sand surface and the depth of the result hole؟ ايه هي الاندبندنت variable؟ ايه الحاجة الاندبندنت اللي يعني مستقلة مش هتتغير؟ لما انا رميت الكورة، ما انا رميت الكورة من ارتفاع معين صح؟ فالارتفاع هو لغاية ما نزلت لتحت، يبقى الارتفاع ده independent يعني مستقل مش هيتغير، يبقى الهايت اوف ذا بول. ماشي. رقم 12، what is the quantity which has the same unit of measurement of force؟ مين الحاجة اللي الميجرنج يونت بتاعتها هي بتاعت الفورس؟ ما هي الفورس
الميجرنج يونت بتاعتها نيوتن. طب مين في دول نيوتن؟ الانرجي لا ده جول، ديسبيسمنت لا ده متر، سبيد لا ده متر بير سكند، ويت الويت نيوتن زي الفورس. ماشي. السؤال بعده the potential energy of object increase. البوتنشال انرجي بيزيد لما ايه؟ قال لي البوتنشال انرجي القانون بيقول لي ويت تايم هايت، يعني البوتنشال انرجي هيزيد لما الويت يزيد والهايت يزيد كمان. قال لي لما السبيد انكريز لا، لما الهايت بيقل لا، لما الويت بيقل لا، لما الويت بيزيد ماشي. the potential energy of an object equal zero. potential energy امتى بتبقى زيرو؟ قال لي فوق خالص البوتنشال انرجي اعلى حاجه، تحت خالص البوتنشال انرجي زيرو، يبقى at the ground عند الارض. which of the following express the relation between the potential energy of an object at the top of mountain. يعني potential energy فوق خالص دي اعلى حاجه، ماشي. position 1 and potential energy at the ground. potential energy فوق اعلى حاجه، تحت زيرو، يبقى فوق اعلى من تحت. تعالى كده نشوف اهي potential energy اعلى في رقم واحد من فوق اعلى من تحت، عشان تحت البوتنشال انرجي بكام؟ زيرو. طب رقم 16 a work equal 150 كيلو جول. حلو. done الورك done to left عشان اسيب object الماس بتاعته ب 50، يبقى معنى كده ان الورك ده مين؟ ده الورك اللي كان متخزن في الجسم قبل مرميه. يعني دي مين؟ الطاقه اللي بتتخزن في الجسم potential energy. يبقى البوتنشال انرجي 150. حلو. والماس 50. ماشي. عايز الهايت. طب انا عندي قانون بيقول ان البوتنشال انرجي equal weight time height. حلو. طب انا ما عنديش ويت، طب ما الويت equal الماس تايم جرافيتي. طب الماس بكام؟ اهي 50 تايم الجرافيتي ثابته ب 10، حتى لو ما جابهاليش، هو جايبها لي اهو، بس حتى لو ما جابهاليش هي ثابته، يبقى 500 نيوتن. حلو. يلا هات لي الهايت. الهايت اهو ايكوال مين؟ بوتنشال انرجي ديفايدد ويت. البوتنشال انرجي ب 150 ديفايدد الويت احنا جبناه بكام؟ اهو 500. هتديني كام؟ 0.3 كيلو متر. طب انا ما عنديش هنا 0.3 كيلو متر. طب تعالى كده نحولها لمتر، فهعمل تايم 1000 فهتديني 3 متر، قصدي 300 متر. 300 متر اهي 300 متر. ماشي. رقم 17 بيقولي when the height of an object above the surface of the ground is double. لو انا عندي الهايت بقى دبل ايه اللي هيحصل؟ طب مش انا قلت ان البوتنشال انرجي هي الويت تايم الهايت؟ سيبك من الويت، هو بيقول لي ان الهايت بقى دبل يعني بقى 2، فالبوتنشال انرجي هتبقى 2 دبل اهو، potential energy هتزيد للدبل. ماشي. السؤال اللي بعده the opposite figure shows the 3 position of the path of moving a car which the following express the change in the car potential energy when moving from x ومن x ل y ومن y ل z. ماشي. respectively. حلو. قول لي البوتنشال انرجي يحصل لها ايه؟ مش انا كنت بقول لك البوتنشال انرجي انا بفضل ابذل جهد 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 عشان احرك ده الكنز دي لغايه فوق. كل الجهد اللي انا بذلته اتخزن جوه الكنز على هيئه طاقه اسمها بوتنشال انرجي. يعني انا كل ما بطلع كل ما البوتنشال انرجي بتزيد اهو. يبقى البوتنشال انرجي عماله اهي، بص ايه اللي بيحصل لها؟ زادت بعد كده فضلت على نفس الارتفاع، فايه؟ فضلت ثابته. يبقى اهو increase ولما طلعت فوق خالص من y ل z remain unchanged، فضلت ثابته عشان نفس الارتفاع. ماشي. السؤال اللي بعده رقم 19 بيقول لي the opposite figure illustrates the path of a stone falling from height. يعني انا حذفت طوبه من على ارتفاع. اوكي. the letter of x
Y Z indicate 3 position 3 اماكن of the stone path لمسار او لطريق الطوبه دي وهي بتنزل او الحجر ده وهو بينزل. Which of the following express the potential energy of the stone at position of X Y Z. فوق البوتنشال انرجي اعلى حاجه، تيجي هنا اهو تبتدي تقل شويه لغايه ما وصلت تحت بقت زيرو اهو. بوتنشال انرجي اعلى حاجه بعد كده قلت بعد كده بقت ايه؟ زيرو. فالاجابه دي ماشي. from the opposite figure من الشكل اللي قصادي which is bring store greater amount of energy. مين فيهم هيخزن كميه طاقه اكتر؟ حلو. اللي انا سايباه ولا اللي انا بذلت مجهود عشان اضغط عليه؟ اللي انا بذلت مجهود عشان اضغط عليه. ما كل المجهود اللي انا بذلته اتخزن جوه السوسته دي. يبقى مين فيهم عنده كميه انرجي اكتر؟ هيبقى رقم 1 اهو. طب ليه؟ علشان الشغل اللي اتبذل اكتر. يبقى رقم 1 because the work done on it is a greater اعلى. ماشي. choose from column A لcolumn B. potential energy. ايه هي البوتنشال انرجي؟ احنا قلنا تعالى الخص لك القوانين بسرعه. اول قانون كان ال V اللي هو دي في تي. تاني قانون كان الورك ايكوال الفورس تايم الديسبليسمنت. تالت قانون كان الويت ايكوال الماس تايم جرافيتي. رابع قانون كانت البوتنشال انرجي ايكوال الويت تايم الهايت. خامس قانون كان الكاينيتيك انرجي ايكوال الهاف ماس تايم فيلوسيتي سكوير. اخر قانون الميكانيكال انرجي ايكوال البوتنشال انرجي بلس كاينيتيك انرجي. يلا بينا. البوتنشال انرجي اهو ده هو الويت تايم الهايت اهو. يبقى ويت تايم هايت. السبيد اهي هي distance over time. هي اهي distance divided the time. الورك اهو هو ال V time displacement. الاف قصدي اللي هي force time displacement اهو. طب الويت قال لي الويت ايكوال الماس اهو ده. الويت ايكوال الماس تايم جرافيتي. الويت اهي ماس تايم جرافيتي. ماشي. السؤال اللي بعده الميجرنج يونت بتاعت الانرجي ايه؟ جول اهي. الماس الميجرنج يونت بتاعتها ايه؟ يا كيلو جرام يا جرام اهي. الويت الميجرنج يونت بتاعته نيوتن اهي. الهايت الميجرنج بتاعته كيلومتر او متر اهي. السبيد متر بر سكند او كيلومتر بر اور اهي. الارث جرافيتيشنال فورس هتبقى متر بر سكند سكوير او نيوتن باي كيلو جرام. جرافيتيشنال فورس اهو نيوتن باي كيلو جرام. اوكي. تعالى complete the following statement. تعالى نكمل. بيقول لي the opposite figure الشكل اللي قصادي represents the path of an object that move a distance equal قد ايه؟ اتحرك مسافة قد ايه؟ تعالى نشوف. اولا كل مربع ب1 سنتي. يلا ادي مربع 2 3 بعد كده 4 5 6 بعد كده 7 8 بعد كده 9 يبقى 9 سنتي. طب الديسبليسمنت اقصر طريق دي البداية ودي النهاية. كم مربع؟ 1 2 3 سنتي. unit of measuring unit of the speed. measuring unit بتاعت السبيد ايه؟ يا متر بر سكند يا كيلو متر بر اور. طيب الجول هي الجول دي زي الانرجي بوتنشال انرجي مثلا. هي ايه تايم المتر؟ ما هو المتر ده يعني الهايت والجول ده يعني بوتنشال انرجي. طب البوتنشال انرجي ايكوال الويت تايم ايه؟ الهايت. طب الميجرنج يونت بتاعت الويت نيوتن. ماشي. force doesn't perform work when its direction of effect. امتى القوة بتاعتك ولا كأنها بتبذل مجهود؟ لما انت بتعملي قوة بيربنديكولار على الجسم، يعني انت عمالة تضغطي على البوكس عشان تحركيه. مين العبط ده؟ انا قوتي كده وانا عايزة احرك البوكس كده، فهل انا الشغل اللي انا عملته ليه لازمة؟ ملوش لازمة.
يبقى امتى الورك نوت بيرفورم، الفورس نوت بيرفورم ورك، امتى قوتي ما عملتش مجهود او ملهاش لازمه؟ لما كانت القوه perpendicular to the direction of motion، او لما الاوبجكت ريمين كونستنت زي الحيطه عماله ازق والحيطه ثابته ما بتتحركش. ماشي. السؤال اللي بعده if a force، لما الفورس كانت 200 نيوتن on a car doesn't move، يعني انا بذلت وزقيت العربيه وقوتي كانت 200 نيوتن والعربيه ما اتحركتش، يبقى الورك ليه لازمه؟ يبقى الورك عندي بكام؟ 0. ليه؟ عشان العربيه ما اتحركتش. طيب السؤال اللي بعده if the work done on a box to displace 2 متر، لو انا بذلت مجهود عملت شغل على البوكس اللي قصادي عشان يتحرك مسافه 2 متر، والشغل يبقى الديسبليسمنت دي 2 متر، والشغل اللي انا بذلته اللي هو الورك ده كان 400 جول، then the magnitude of the force. طب القانون بيقول ايه؟ بيقول ان الورك equal force time displacement. طيب الفورس هتبقى equal ايه؟ الورك divided displacement، يعني 400 divided 2 يعني 200 اهي. طيب energy has various form، الانرجي ليها اشكال كتير، خدت منهم حاجتين درسين اللي هو البوتنشال انرجي والكاينيتيك انرجي. ماشي. الميجرنج يونت اوف انرجي هي ايه؟ جول. طيب which is the same of measuring unit بتاعت مين؟ الورك برضو الميجرنج يونت بتاعته ايه؟ جول. the potential energy of the object، قانون البوتنشال انرجي انا لخصت لك كل القوانين اهي ده قانون البوتنشال انرجي اهو. البوتنشال انرجي ايكوال ايه؟ ويت تايم هايت اهو، ويت تايم هايت. طب الميجرنج بتاعت البوتنشال انرجي جول. طيب the potential energy of an object depend on، potential energy بتعتمد على ايه؟ الويت والهايت. ما تكتبش اختصارات في الامتحان، انا بكتب لك اختصارات بس انت اكتب كلمه ويت كامله، كلمه هايت كامله. the mass is estimated in نقط، الماس الميجرنج بتاعتها بالكيلوجرام، estimated يعني بقيسها بالكيلوجرام، لكن الويت بالنيوتن. طيب chemical energy present in the car fuel، الكيميكال انرجي طاقة الكيميائية بتاعة بنزين العربية is the نقط energy stored in the chemical bond. طالما جاب لي كلمة stored يعني كمية الطاقة اتخزنت جوه الرابطة جوه الكيميكال بوند بتاعت البنزين، طالما اتخزنت جوه يبقى ده بوتنشال انرجي على طول. اوكي. طب لو انا شغلت العربيه كل البوتنشال انرجي بتخلي العربيه ايه؟ تتحرك، يبقى بتتحول لي كاينيتيك انرجي. اوكي. بوت رايت رانج. قال لي ذا برودكت اوف سبيد اوف اوبجكت، يعني الفي مالتبلاي التايم، ده مين؟ انا عندي قانون بيقول لي دي في تي، يعني السبيد مالتبلاي التايم بايه؟ ديستنس. بيقول لي ورك، لا مش ورك، هو ديستنس. ماشي. السؤال اللي بعده the speed is measured in kilogram per hour. تمام. سوري بربع رجلي فوقعت كل حاجه. نكمل زي ما احنا ماشيين مفيش اي حاجه. طيب بيقول لي السبيد is measured in كيلومتر per hour. تمام. when the distance is measured by meter and the unit of time is second، لا لو الديستنس بالمتر والتايم بالسكند عادي يا ميشا، وانا بشرح كنت بربع رجلي فالبوكس وقع. قشطه. ماشي. فقال لي طالما الديستنس بالمتر والتايم بالسكند يبقى السبيد هتبقى ايه؟ متر بير سكند، ما ينفعش تبقى كيلومتر بر اور، ما ينفعش. طيب تعالى رقم 3 بيقول لك ايه؟ بيقول لك كاترين كفر ديستنس، اتحرك مسافه 200 كيلومتر، يبقى الديستنس ايكوال
200 in 150 minute. طيب يعني time equal 150 minute. السبيد equal 90 كيلومتر بير اور. يبقى لازم احول دي الاور اللي هي 150. طب احول من الصغير للكبير ازاي؟ بعمل divided 60. طب لما اعمل divided 60 يعني 100. بص كده يا صاحبي، 150 divided 60 equal 2.5 hour. طب يلا، هو عايز السبيد، ال V equal distance over time. الديستنس 200، التايم 2.5. طب يعني 200 divided 2.5 equal 90. فالإجابة هتبقى 90 كيلومتر بير اور. ماشي، السؤال اللي بعده رقم 4. The speed of the moving object increase when the distance increase. صح، لأن كل ما السرعة زادت كل ما الديستنس زادت كل ما السرعة زادت، العلاقة ما بينهم دايركت. اوكي، او كل ما السرعة زادت ديستنس زادت، يعني انا اتحركت بسرعة قوي فبالتالي هتحرك مسافة اكبر اكيد. رقم 5. A force does work when its direction effect perpendicular. يعني انا هبذل مجهود عشان احرك الجسم ده يمين لو انا دوست عليه perpendicular؟ لا طبعا، غلط، لازم بيبقى نفس اتجاه الحركة. اوكي، يبقى same direction of propagation same direction of motion. رقم 6. بيقول لي when a robot exert a force of، يعني الفورس equal 10 نيوتن on 2 bricks، على 2 bricks، 2 قوالب يعني، to lift them vertically، عشان اسيبهم vertically كده for 3 متر. يعني distance اللي displacement يعني equal 3 متر. يبقى الورك equal ايه؟ الورك equal الفورس multiply displacement، يعني 10 multiply 3 يعني 30. ماشي. The variable that changed during experiment is known as independent variable. Independent variable. The chemical energy present in food and fuel is stored in potential energy. يعني الكيميكال انرجي اللي موجودة في الأكل والفيول اللي هو البنزين بتتخزن على هيئة بوتنشال. أول ما الاقي كلمة stored بتتخزن يبقى بوتنشال على طول. أوكي، السؤال اللي بعده بيقول لي state the mathematical relation، يعني قول لي القانون. speed and distance، ايه العلاقة بين السبيد والديستنس؟ ان السبيد equal الديستنس over time. طيب الورك and force، العلاقة قال لي ان الورك equal الفورس multiply displacement. البوتنشال ديفرنس والهايت، ماشي، ان البوتنشال انرجي equal الويت تايم الهايت. طب الويت والماس، ما هي الويت equal mass time gravity. طب البوتنشال ديفرنس and gravitational force، يبقى البوتنشال انرجي equal بدل ويت تايم هايت، لا هو عايز ماس فين؟ gravitational force قصدي اللي هي جي، يبقى هشيل الويت واحط مكانها ماس تايم جرافيتي تايم هايت عادي. ماشي. give reason. The differences in the value of distance compared to the value of displacement for the same moving object even though they have the same unit of measurement. بيقول لي في اختلاف ما بين الديستنس والديسبليسمنت رغم ان هما نفس الجسم ونفس الميجرنج يونت، يعني نفس الجسم بيتحرك هنا هو اللي بيتحرك هنا، بس في فرق ما بين الديستنس والديسبليسمنت. في فرق. ليه؟ قال لي عشان الديستنس it is the total distance of the moving body between initial and end point، هي المسافة الكاملة بتاعت الجسم اللي اتحركها من نقطة البداية لنقطة النهاية. طب الديسبليسمنت قال لي لا، displacement أقصر طريق في اتجاه واحد، يبقى shortest straight line of the object أو moving object between initial and end point. ماشي. السؤال اللي بعده a person pushing against wall doesn't perform a work. لما الجسم بيزق الحيطة ده ما يعتبرش work. اشمعنى؟ قال لي because the wall doesn't move so there is no result for your work أو for your force، مفيش نتيجة لقوتك، فبالتالي don't make a work، مش هيعمل work. طيب a person push a
shopping trolley perform work. لما انت الترولي بتاع الشوبينج، بتاع ان انت رايحه تشتري حاجات العربيه دي، لما بتعملي لها بوش انت كده بذلتي مجهود. ايوه because the direction of the force at the same direction of the movement، عشان اتجاه قوتك في نفس اتجاه الحركه فالعربيه اتحركت، فانا كده عملت ريزلت، نتيجه. اوكي السؤال اللي بعده the rule of fuel within a car similar to the rule of the food within the living organism. الاكل جوه جسمي هو البنزين بتاع العربيه، يعني يعتبر البنزين بتاع العربيه ده هو اكل العربيه. لان هما الاتنين give the body energy، هما الاتنين بيتخزنوا في الجسم على هيئه energy to can work، عشان تقدر تشتغل. الاكل بيتخزن جوه جسمي على هيئه potential energy دي تتغير لاي نوع حاجه تانية، فانت تقدر can to do work، تقدر تبذل مجهود. زي البنزين بتاع العربيه بيتخزن في العربيه على هيئه potential energy to make the car move، عشان يقدر يخلي العربيه move، تتحرك. اوكي ماشي. what's meant by the path of motion؟ ده homework بقى، هتلاقيه هو بالظبط الرايت ساينتفك تيرم، وهو اللي انا قايله فوق في الشرح، فمش هنعيده تاني. ماشي. تعالى نحل اسئله، يلا مسائل يعني. اهو بيقول لي a car is moving at a certain speed، يعني الكار اتحركت بسرعه معينه. تمام اوكي ماشي. to cover a distance، اتحركت مسافه 180 متر والتايم 30 سكند. calculate the speed، احسبي لي السبيد. ماشي يلا. السبيد equal الديستنس over time، الديستنس ب 180 divided التايم ب 30، فهتديني 6 متر بير سكند. اوكي السؤال اللي بعده بيقول لي a student took 15 minute، الوقت خد 15 دقيقة to travel، عشان يتحرك from his home، من بيته to school. تمام at speed، بالسرعة قد ايه؟ 3 متر بير سكند. calculate the distance. اوكي اول حاجة عايز اعملها، الوقت جايبه لي بالمينت والسرعة جايبها لي متر بير سكند، يبقى لازم الوقت احوله لسكند، يبقى التايم ايكوال 15. عشان احولها لسكند بعمل ديفايدد مينت، احول لا بعمل تايم 60، يعني 15 تايم 60 ايكوال 900. حلو. والسبيد جايبها لي ب 3 متر بير سكند. تمام. الديستنس ايكوال السبيد ملتبلاي التايم، السبيد ب 3 والتايم ب 900، يعني هتديني 2700 متر. طيب بيقول لي opposite figure، الشكل اللي قصادي بيمثل ان الجسم بيتحرك from نقطة A للنقطة F، من النقطة A اهو للنقطة F. ماشي. with the time، التايم قد ايه؟ 3 سكند. ماشي. calculate the total distance، احسب لي التوتال ديستنس اهو. ماشي كل ده 7 متر، يبقى 7 بلس نزل كده 2 يبقى بلس 2 بلس راح مشي كده 4 بلس 4 راح نزل كده 3 يبقى بلس 3 راح مشي كده 3 تاني يبقى بلس 3، يعني هتديني 10 13 16 16 19 متر. حلو. هات لي الديسبيسمنت. الديسبيسمنت ده اللي هو اقصر طريق من نقطة البداية اهي من نقطة البداية اهي لنقطة النهاية اهي، يعني المسافة دي. طب المسافة دي اللي هي ايه؟ 3 مع دي اللي هي قد دي بالظبط 2، يعني 5، يبقى الديسبيسمنت ايكوال 5. ماشي. هات لي السبيد ايكوال ايه؟ قال لي الديستنس اوفر تايم، الديستنس احنا جبناه بكام؟ 19 ديفايدد التايم بكام؟ 3، هتديني 19 ديفايدد 3 ايكوال 6.3 متر بير سكند. ماشي اوكي
بيقول لي in the opposite figure في الشكل القصادي a person move from A، اتحرك من نقطة A to نقطة D، أو الحركة من A ل D. طيب calculate the distance، احسب لي المسافة كلها أهو. اتحرك كده مسافة 24 متر، يبقى 24 بلس، راح نزل كده مسافة 12 يبقى 12 متر بلس، مشي كده مسافة قد ايه؟ فين؟ اهي 24 برضو يبقى 24، يعني 24 بلس 12 بلس 24 equal 60 متر. طب الديسبليسمنت اقصر طريق من نقطة البداية لنقطة النهاية اللي هو ده قد بالظبط مين؟ ده، يعني هتبقى equal 12. طب السبيد، قال لي السبيد equal distance over time، الديستنس ب 60 over التايم. تعال نشوف التايم فين اهو 10 سكند. هو ده ايه؟ استنى عشان مش شايف. 6 سكند ادي كده 16 و14 16 و14 هتديني 30. ف 60 divided 30 equal 2 ايه متر بير سكند. ماشي. السؤال اللي بعده بيقول لي in the opposite figure a car travel from point B to point C. حلو. in 1 hour، يعني التايم 1 hour 1 hour. ماشي. calculate the speed of the car، احسب لي حركة الجسم، بس عايزة متر بير سكند. ماشي. هجيبها الأول كيلومتر بير اور، بعد كده أروح محولها لمتر بير سكند عشان هو جايب لي الحاجات أهو كيلومتر وأور. طب الديستنس هتبقى ايكوال 10 بلس 5 بلس 10 تاني بلس 5 تاني، يعني هتبقى ايكوال 30 كيلومتر. والتايم عندي بكام؟ 1 اور. يلا السبيد ايكوال الديستنس اوفر تايم، الديستنس ب 30 ديفايدد التايم ب 1، يعني هتبقى 30. طب عايزه احول ال 30 كيلومتر بير اور لمتر بير سكند. طب كيلومتر يعني احولها ازاي؟ ل 1000 يبقى اعمل تايم 1000. طب الاور عايزه احولها لسكند، فاعمل ايه؟ 60 تايم 60، فهيديني الرقم اللي هو ده 8.3 متر بير سكند. ماشي. تعالى السؤال اللي بعده بيقول لي in the opposite figure an object move from point A to point B. تمام. at speed يعني ال V equal 70 متر بير سكند. احسب لي التايم. طب انا فاضل لي الديستنس، تعال نشوف. هو قايل لي ان كل مربع ب 1 متر. يلا هو اتحرك ايه؟ ادي مربع 2 3 4، بعد كده نزل 5 6، بعد كده مشي كده 7 8 نزل 9 10 11 12 13 14. يبقى انا عندي الديستنس بكام؟ ب 14. طب القانون بيقول ايه؟ دي في تي واللي عايزه بخبي. يبقى التايم ايكوال الديستنس ديفايدد الفي. الديستنس بكام جبناها؟ 14 ديفايدد الفي هو جايبها لي بكام؟ 70. يبقى 14 ديفايدد 7 ايكوال 0.2 ايه سكند. ماشي. السؤال اللي بعده بيقول لي calculate the work، عايز الورك لما الفورس ب 1000 نيوتن وتحرك مسافة أو displacement equal 50 متر. ماشي. القانون بيقول لي إن الورك equal الفورس تايم الديسبليسمنت. الفورس ب 1000 تايم الديسبليسمنت 50، فهتديني 50,000. شكرا. السؤال اللي بعده بيقول لي moving an object for 3 متر، اتحرك مسافة 3 متر. required work equal، ودوت احتاج work بقيمة 2600 جول. calculate the force. اوكي. احنا في قانون بيقول لي ان الورك equal الفورس تايم الديسبليسمنت. ماشي. هو عايز مين؟ هو عايز الفورس. طب يلا يبقى الفورس equal الورك divided displacement. الورك بكام؟ اهي 2600 divided
displacement بكام؟ 3. يبقى 2600 divided 3 equal 866.6. طبعا ايه؟ نيوتن. ماشي. if a work of 500 جول، يعني الورك ب 500 is done to move an object over a certain displacement with force، يعني الفورس بكام؟ 25. ماشي. calculate the displacement. اوكي، انا عندي قانون بيقول الورك equal الفورس تايم displacement. انا عايزه displacement، يبقى هي الورك divided الفورس. طب الورك بكام؟ 500 divided displacement بكام؟ الفورس بكام؟ 25، فهتطلع لي 20 متر. ماشي 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 ماشي. انا عايزه انام. يلا نكمل. السؤال اللي بعده calculate the potential energy. احسبي البوتنشال انرجي لما كانت الماس ب 5 والجسم اتحرك لفوق مسافه 2. ماشي. الماس ب 5 والهايت ب 2. طيب هو القانون بيقول ان البوتنشال انرجي ايكوال الويت تايم هايت. طب انا ما عنديش ويت، طب ما هي الويت ايكوال الماس تايم جرافيتي، واحط الهايت اهي. طب الماس بكام؟ 5. الجرافيتي المفروض ان انا حافظاها ب 10، الهايت اهو ب 2، يبقى هيديني 5 تايم 10 تايم 2 ايكوال 100، فالاجابه هتبقى 100 جول. السؤال اللي بعده calculate the weight. احسب لي الويت of a rock placed at 15 meter height، يعني الهايت ب 15 وهو عايز الويت لما كانت البوتنشال ديفرنس بكام؟ 4500. طيب احنا في قانون بيقول potential energy equal الويت تايم هايت. هو عايز الويت، يبقى الويت equal potential energy divided الهايت. potential energy ب 4500 divided الهايت ب 15 equal هتطلع 300. هتطلع 300. ماشي. السؤال اللي بعده بيقول لي calculate the height. عايز الهايت of a ball above the ground given that its mass لما الماس كانت كام؟ 5 and the potential energy والpotential energy كام؟ 100. يلا اكتب فين؟ هو عايز الهايت لما كانت الماس equal 5 والبوتنشال انرجي ايكوال 100. طيب انا من الماس هجيب الويت، يبقى الويت ايكوال الماس تايم جرافيتي، يعني 5 تايم 10 يعني 50. ومنها اروح جايبه بقى القانون بيقول ايه؟ potential energy equal الويت تايم هايت. هو عايز الهايت، فالهايت ايكوال ايه؟ potential energy divided الويت. البوتنشال انرجي ب 100 divided الويت ب 50. 100 divided 50 equal 2. بتعمليها بالكالكوليتر يا ميس؟ انا ما بحبش الماس وبعمل كل حاجه بالكالكوليتر، ما بعرفش اعمل حاجه بدماغي. ها نكمل. السؤال اللي بعده بيقول لي calculate the mass. احسبي الماس of an object knowing that the potential energy is 55 and the height كام؟ 11. جالي حول بالراحه معايا. هو عايز الماس لما كانت البوتنشال انرجي ايكوال 55 والهايت ايكوال 11. طيب انا عندي قانون بيقول potential energy equal weight time height. انا هجيب الويت، فالويت equal potential energy divided height. potential energy 55 divided الهايت 11. اعملها بالكالكوليتر يعني 5. كنت عارفاها على فكره بس بتاكد. ماشي، يبقى الويت ب 5. طب انا عايزه اجيب الماس. طب ما انا عندي قانون بيقول لي الويت ايكوال ماس تايم جرافيتي، يبقى الماس ايكوال ايه يا صاحبي؟ ايكوال الويت ديفايدد الجرافيتي. طب الويت بكام؟
5 divided gravity ب 10 محفوظة، يبقى 0.5. اوكي. السؤال اللي بعده، ممكن تيجي نمسح كل الزحمة دي عشان اعرف الاقي مكان نحل فيه. يلا. يلا بينا يا صديقي، يلا يلا يلا. بيقول ايه؟ an object its mass 10، يعني الماس ب 10 كيلوغرام، placed at a height، اتحط على ارتفاع ب 4 متر above the ground. calculate، احسب لي البوتنشال انرجي. ماشي. البوتنشال انرجي equal weight time height. طب هو مش جايب لي ويت بس جايب لي مين؟ ماس. طيب ما هي الويت equal mass time gravity، والهايت اهي. طب ما الماس بكام؟ ب 10 تايم الجرافيتي محفوظه ب 10 تايم الهايت بكام؟ 4. كالكوليتر هتطلع ب 400 جول. دي كده البوتنشال انرجي. طب هات لي البوتنشال انرجي of the object when، لما الويت is doubled. طيب مش احنا قلنا ان البوتنشال انرجي equal الويت تايم هايت؟ الهايت ثابت ماليش دعوه بيه. طب ما الويت بقى دبل، فالبوتنشال انرجي هتبقى دبل. طب دبل ال 400 بكام؟ 800. هي انا ما كملتش بقى قرايه السؤال. استنى تعالى، انا استعجلت. اوعى تستعجل زي نيمو في الامتحان، اديني بقول لك اهو. اوعى. تعالى نكمل. اللي انا قلته صح على فكره، بس هو مش عايز كده في السؤال اصلا. بص هو عايز ايه؟ فوق كده معايا، فوق فوق، فتح عينك. بيقول لي احسب لي البوتنشال انرجي اوف ذا واي اوف ذا اوبجكت لما الويت بقى دبل. حلو. والهايت قل النص. ركزي بقى. طيب ما البوتنشال انرجي ايكوال ويت تايم هايت. طيب الويت بقى ضعف والهايت قل النص، يعني بقى نص. طب ما هو 2 اهو، 2 تايم هاف بكام؟ ب 1 اهو. 2 تايم هاف بكام؟ ب 1. يعني potential energy remain constant، فضلت زي ما هي. ماشي. اوعى تستعجل عشان خاطري زي نيمو، اوعى اوعى. طيب تعالى نحل مع بعض اسئله الدرس التاني. يلا بينا. يلا. فين ايه ده؟ احنا دخلنا على اللي هناك. نيمو فوقي. ده مكاننا في حتة تانية مش زي الناس التانية. انا اسف والله ما قصدي اضايقك والله، بس انا بحاول افوق نفسي. يلا بينا اهو. يلا. بيقول لي write scientific term the energy acquired by object as a result of its motion. ايه هي الطاقة بتاعت الجسم اثناء حركته؟ kinetic energy. it is the work done in a moving object. ايه هو الشغل اللي اتبذل اثناء حركة الجسم؟ اول ما الاقي moving of object يبقى على طول ده kinetic energy. ماشي. the product of half mass time velocity square او square of velocity اللي هو kinetic energy equal half mass time velocity square. ماشي. رقم 4 the summation، جمع البوتنشال انرجي مع الكاينيتيك انرجي. ده قانون ايه؟ ميكانيكال انرجي. اوكي. energy used in operating turbine to generate electricity from the high dam. ايه هي الطاقة اللي ولدت الكهرباء في حالة السد العالي؟ ان البوتنشال اتحولت بو لكاينيتيك، فالكاينيتيك هي اللي ولدت الكهرباء. كاينيتيك انرجي اوف ووتر. ماشي. السؤال اللي بعده a heavy tool، عندي جهاز تقيل use تي فوق معايا الله يكرمك. used in demolishing old building، بستخدمه عشان اهدم المباني التقيلة. حلو. نتيجة انه بيحول البوتنشال انرجي للكاينيتيك انرجي. ده اسمه ايه؟
demolition ball الكورة المعدن الكبيرة اللي بتهدم الجسم. ماشي. choose the correct answer. يلا بينا. بيقول لي a student conduct an experiment to verify the kinetic energy of an object increase with increasing speed. يعني لقى ان ال kinetic energy بتزيد مع زيادة السبيد. What is the independent variable of this experiment؟ مين الحاجة اللي أثرت بس هي ما تأثرتش؟ independent يعني ما تأثرتش أو ما اعتمدتش على حد. السبيد عشان هي لما زادت أثرت على الكاينتيك إنها تزيد. تمام؟ يبقى independent هي السبيد. ماشي. قال لي kinetic energy of an object. kinetic energy بتعتمد على ايه؟ انا قلت ان القانون بتاع kinetic energy equal ايه؟ half mass time velocity square. يبقى بتعتمد على الماس والفيلوسيتي اهو، الماس والفيلوسيتي او السبيد هي. رقم 3 بيقول لي which of the underlying object doesn't possess kinetic energy. يعني ما عندهوش، لا يمتلك kinetic energy، يعني ما بيعملش حركة من الاخر. A ship sailing in the ocean. ابحار السفينة في المحيطات. لا، ابحار يعني بتتحرك يبقى عندها kinetic energy. A ball thrown upward يعني انا رميت الكرة لفوق، طب ما انا خليتها تترمي يعني حركتها يبقى عندها kinetic energy. A box falling down on a stairs يعني سبت البوكس ينزل من على السلالم، طب ما ده عنده kinetic energy لانه سبته يترمي من على السلم. A bag placed on a shelf يعني انا سبت الشنطه بتاعتي على الرف. ايوه دي كده ما بتتحركش، دي الحاجه الوحيده اللي ما عندهاش kinetic energy. ماشي. The kinetic energy of any object moving object is determined by mathematical relation. القانون بتاع kinetic energy equal ايه؟ قال لي kinetic energy equal half mass time velocity square. ماشي. رقم 5 an object mass is 5 كيلومتر يعني الماس equal 5 is a moving at a speed of 10 meter per second يعني ال v equal 10. حلو. if its mass decreased to half يعني الماس قلت للنص، يعني بدل 5 بقت كام؟ 2.5 والسبيد equal كام؟ زي ما هي constant ثابته. فالكاينيتيك energy equal half mass time velocity square يعني half time 2.5 time velocity square اللي هي 100. نيمو دماغها ابتدت تتضرب. انا هوريك دلوقتي الساعة كام وانا بصور لك، فهتطلع 125 اهي. بص الساعة كام، بص والله لو جيبها لك الساعة 3 الفجر. المهم يجيب نتيجة وخلاص. تعالى نكمل. يلا السؤال اللي بعده بيقول لي الجول is the measuring unit of kinetic energy. الكاينيتيك انرجي اللي هي equivalent لايه؟ ما هي الكاينيتيك انرجي دي يا صديقي هي هاف ماس تايم فيلوسيتي سكوير. ما هي الماس دي بالكيلو جرام يا صاحبي، والفيلوسيتي سكوير دي بايه؟ متر بير سكند، وهنلاقي كده سكوير. فمين في كل دول زيه زي الكاينيتيك انرجي اللي هو القانون اهو كيلو جرام ومتر بير سكند سكوير. ماشي. السؤال اللي بعده if the speed of an object decreased to half لو السرعة قلت للنص and the mass constant والماس فضلت ثابتة الكاينيتيك انرجي ايكوال. ما هو في قانون بيقول kinetic energy equal half mass time velocity square. الماس ثابتة خلاص شكرا. طب الكاينيتيك انرجي ايكوال الفيلوسيتي سكوير، فبيقول لي ان الفيلوسيتي قلت للنص يعني النص سكوير، يعني الكاينيتيك بقت ايه؟ ربع، يعني قلت للكوارتر اهي، قلت للربع. ماشي. السؤال اللي بعده رقم 8 بيقول لي the graph نقط represent the relation between the kinetic energy of an object and the square of speed while its mass remain constant. يعني قول لي العلاقة ما بين الكاينيتيك انرجي و
الفي سكوير. مش احنا قلنا ان الكاينيتيك انرجي ايكوال هاف ماس تايم فيلوسيتي سكوير؟ يعني الكاينيتيك انرجي بتناسب او دايركت ريليشن مع الفي سكوير. يعني لما ده يزيد ده يزيد، ففين كل ده اللي لما ده يزيد ده يزيد؟ ده اهو. كل ما الفي بتزيد كل ما قصادها الكاينيتيك بتزيد اهو. طيب رقم 9 in the figure، في الشكل اللي قصادي the work done on a pole at point A is stored in form of. الشغل كله اللي اتبذل عشان البندليوم يتحرك من هنا لهنا هيتخزن. طالما اتخزن stored اول ما الاقي كلمه stored يبقى ايه على طول؟ potential energy. حلو. when the pendulum pole passes through the P، لما البندلوم وصل للبي الكاينيتيك انرجي هتبقى ايه؟ اعلى حاجه، لان الفيلوسيتي اعلى حاجه، فالكاينيتيك انرجي هتبقى ماكسيمم. فالورك هو الكاينيتيك. ماشي. السؤال اللي بعده بيقول لي ذا اوبوزيت فيجر، الشكل اللي قصادي الستريت ابول بيدرس او بيوضح لك حركه الكوره داون سلاب، يعني نزلت في ايه؟ في منحدر كده. which of the following is correct؟ اوكي بص الكوره نزلت اهي زيو اهو زيو زيو زيو، بعد كده رجعت طلعت تاني. انا بتاسف والله بس مش عارفه افتح عيني وحياه ربنا. كملي بقى، ركز ركز معايا وفوق. ماشي. الكرة عملت زيو ونزلت وطلعت. which of the following is correct؟ مين في كل الكلام ده صح؟ the potential energy of the ball at x. فين الاكس؟ ايه ده والله ما شايفه فين الاكس؟ is greater than the z. هو دي الاكس تقريبا، دي الاكس وده الزد. لا استنى يا نهار ابيض، ده انا عيني في الطياره. اهي الاكس اهي دي البوتنشال انرجي عند الاكس اكتر من الزد هنا. لا طبعا، كل ما بطلع فوق الهايت بيزيد فالبوتنشال بتزيد، يبقى دي لا. الكاينيتيك انرجي اوف ذا بول ات واي، اهي الواي عند الارض يعني اكبر من الدبليو. علشان كل ما بنزل كل ما البوتنشال تقل والكاينيتيك تزيد لغايه ما توصل للارض، فالكاينيتيك تبقى اعلى حاجه. يبقى فعلا الكاينيتيك بتاعت ناحيه الارض اكبر من الكاينيتيك بتاعت الدبليو، يبقى دي صح. السؤال اللي بعده which of the following describes the energy of the tennis ball falling down stairs؟ بيقول لي مين في كل دول بيوضح لي او بيوصف الطاقه لما الكوره بيو نزلت من على السلالم، كره التنس. طالما نزلت يبقى كل البوتنشال اللي كان متخزن فوق اتحول لكاينيتيك وهو نازل، فقال لي الكاينيتيك بتقل. لا بالعكس، ده الكاينيتيك هتزيد. البوسيسيف هايت فاليو اوف كاينيتيك انرجي at the moment of falling، ايه اللي جاب الهايت للكاينيتيك؟ لا طبعا. the potential energy increase، بالعكس potential energy بتقل. the possess of the height value of potential energy at the moment of falling. ايوه الهايست فاليو بتاع البوتنشال بيكون عند نقطة السقوط. يعني ايه؟ يعني نزل خالص عند نقطة السقوط. ماشي. يعني عند بوسيسز يعني بيمتلك امتلاك، هي بتمتلك او عندها الارتفاع، قيمة الارتفاع والبوتنشال انرجي at the moment of falling، عند نقطة السقوط. اول ما بتبدأ تسقط يبقى لسه هي عندها بوتنشال وعندها ايه؟ هايت، لسه ما وقعتش. ماشي. عند نقطة السقوط يعني من فوق بعيدة تاني اهو، يعني من فوق. فعند فوق في ارتفاع كبير، وطالما هي لسه فوق يبقى عندها potential energy. ماشي. which of the following express the energy of an object falling freely from height by effect of gravitational force؟ مين في كل اللي قصادي بيمثل الاوبجكت لما نزل من على ارتفاع؟ حلو. البوتنشال انرجي فوق كبيره جدا، اول ما يبتدي ينزل البوتنشال انرجي تقل، كاينيتيك انرجي تزيد. اوكي.
البوتنشال انرجي اهي تقل، الكاينيتيك انرجي تزيد، الميكانيكال ثابته زي ما هي، ميكانيكال زي ما هي ثابته. طيب السؤال اللي بعده at the maximum height، عند ارتفاع قوي جدا جدا جدا، reach by object through upward، فوق خالص البوتنشال انرجي زيرو، بالعكس فوق خالص البوتنشال انرجي مالها ماكسيموم، اعلى حاجه. طب الكاينيتيك انرجي زيرو، الكاينيتيك انرجي زيرو فوق خالص، يبقى صح. طيب when an object fall vertically، لما الجسم بيقع كده عمودي from a height، من على ارتفاع معين، its mechanical energy، الميكانيكال انرجي عند اي نقطه before reaching the ground، قبل ما يوصل الارض، mechanical energy equal ايه؟ قال لي الميكانيكال انرجي equal البوتنشال انرجي بلس الكاينيتيك انرجي اهو. طيب each of the following has value of zero except، في كل دوت الفاليو بتبقى بزيرو ما عدا الكاينيتيك انرجي بزيرو لما كان الجسم عند نقطة السقوط، يعني فوق خالص فوق خالص الكاينيتيك انرجي بزيرو. بص تعالى اعيدها لك، فوق خالص البوتنشال اعلى حاجة، الكاينيتيك بزيرو، ابتدى ينزل ينزل ينزل، البوتنشال انرجي تقل، الكاينيتيك انرجي تزيد، بوتنشال انرجي تقل، كاينيتيك انرجي تزيد، لغايه ما نزل على الارض. فالبوتنشال اهي انرجي بقت زيرو، والكاينيتيك انرجي بقت اعلى حاجه. اوكي البوتنشال انرجي of an object at moment it reaches the ground surface، البوتنشال انرجي اول ما الجسم يوصل تحت اهي البوتنشال انرجي زيرو. تمام. speed of an object at the maximum height، السبيد فوق. طيب انا الكاينيتيك انرجي اساسا فوق بزيرو، طب ما الكاينيتيك انرجي ايكوال هاف ماس تايم فيلوسيتي سكوير، طب ما طالما الكاينيتيك بزيرو هتبقى الفيلوسيتي بزيرو. سيبك من القانون، الكرة فوق ثابته ملهاش سرعه ما بتتحركش اصلا، فالفيلوسيتي بزيرو. طيب ماشي. الميكانيكال انرجي of an object at the moment of it reach the ground surface، الميكانيكال انرجي ما ينفعش تبقى زيرو اصلا، الميكانيكال انرجي ثابته لان هي عباره عن بوتنشال بلس كاينيتيك، فالميكانيكال انرجي فوق 100، في النص 100، في الاخر 100، تحت خالص 100، اللي بيتغير رايح جاي مين؟ البوتنشال والكاينيتيك. طيب بيقول لي from the opposite figure، من الشكل القصادي the mechanical energy، mechanical energy of the ball its minimum at position ايه يا جدعان؟ الميكانيكال ملهاش علاقه، الميكانيكال هي البوتنشال بلس الكاينيتيك، البوتنشال بلس الكاينيتيك قيمتها ثابته هنا قد هنا قد هنا، اللي بيتغير مين؟ البوتنشال والكاينيتيك. تعالى افهمها لك بطريقه تانية. هنا الميكانيكال انرجي ب100، فهنا هتبقى 100 وهنا هتبقى 100، امال اللي بيتاثر مين؟ ان البوتنشال انرجي فوق ب100، فالكاينيتيك هتبقى بكام؟ زيرو. فلما اعمل الاتنين بلس بعض هيدوني الميكانيكال اللي هي 100. نزلت تحت شويه فالبوتنشال انرجي قلت بقت 50، فالكاينيتيك انرجي اجباري لازم تبقى كام؟ 50 تكمل ال100، فالميكانيكال زي ما هي ثابته 100. طب تحت خالص البوتنشال انرجي بقت زيرو، فالكاينيتيك بقت 100، فالميكانيكال زي ما هي ثابته. خلاص يبقى الميكانيكال انرجي اهي كونستانت ثابته في اي مكان. ماشي تعالى ناخد كومبليت مع بعض. بيقول لي the fruit located on the branch of the tree، يعني انا عندي فاكهه موجوده على فرع من شجره، التري الشجره ده الفرع ده بيخزن، اول ما الاقي كلمه بيخزن يبقى potential energy اهو potential energy which transform into نقط، اول ما الفاكهه تبتدي تقع من على الشجره فالبوتنشال تتحول لايه؟ كاينيتيك اهي كاينيتيك. ماشي قال لي kinetic energy of an object increase with increasing ايه وايه؟ ما هو قانون الكاينيتيك انرجي بيقول لي بيعتمد على الماس والفيلوسيتي، فامتى الكاينيتيك هتزيد؟ لما الماس تزيد والفيلوسيتي تزيد، اهو الماس والسبيد اللي هي الفيلوسيتي. The mass of an object is measured by، الميجرنج يونت بتاعت الماس كيلو جرام، لكن السبيد
متر بير سكند او كيلومتر بير اور. طيب at the maximum height عند اعلى ارتفاع من فوق of an object الميكانيكال انرجي is equal فوق خالص الميكانيكال انرجي equal البوتنشال. ليه؟ تعالى راجعها لك. فوق خالص البوتنشال ب100 الكاينيتيك بزيرو زيرو، فالميكانيكال انرجي هي البوتنشال بلس كاينيتيك، يعني 100 بلس زيرو يعني ب100. خدت بالك ان فوق خالص البوتنشال ب100 والميكانيكال ب100، فلما جيت انزل لتحت خالص البوتنشال بقت بزيرو، وكل ال100 بتوع البوتنشال اتحولوا لكاينيتيك، فالكاينيتيك بقت 100. طب الميكانيكال ايكوال ايه؟ البوتنشال انرجي بلس كاينيتيك انرجي. طب ما البوتنشال بزيرو بلس الكاينيتيك ب100، فالميكانيكال هتديني كام؟ 100. يعني تحت خالص الكاينيتيك ب100 والميكانيكال زيها اهي ب100، يبقى فوق خالص البوتنشال قد الميكانيكال، تحت خالص الكاينيتيك قد الميكانيكال. ماشي. فبيقول لي عند الماكسيمم هايت الميكانيكال انرجي هي البوتنشال. طيب امال بتساوي ايه لما بتكون وصلت الجراوند الارض؟ هي الكاينيتيك. ماشي. بيقول لي when a ball fall vertically لما الكرة نزلت عمودي كده downward البوتنشال انرجي حصل لها ايه؟ هتقل والكاينيتيك هتزيد. ماشي. at the midpoint of the vertical distance في النص بالظبط قال لي البوتنشال قلت النص والكاينيتيك زادت النص. هو عايز ايه في السؤال اصلا؟ فبالتالي البوتنشال هتبقى قد الكاينيتيك نقط انرجي ايكوال تو نقط انرجي، يعني البوتنشال انرجي ايكوال الكاينيتيك انرجي. ماشي. السؤال اللي بعده بيقول لي من الشكل اللي قصادي ده lifting a weight x الكرة دي وزنها x. حلو. الكرة دي اسمها ايه؟ اسمها demolition ball الكرة الهادمة. الهادمة يعني اللي بتهد المبنى. ماشي. قال لي الويت الوزن بتاع الكوره ده متخزن جوه الكوره على هيئه بوتنشال انرجي. طب اول ما اسيب الكوره بيو الكوره هتتحرك فهتتحول لكاينيتيك انرجي. ماشي. بوت رايت الرانج. يلا بينا. The measuring unit of the kinetic energy is joule. نيوتن؟ لا طبعا جول. رقم 2 الكاينيتيك energy of an object increase with increase its mass. يعني الكاينيتيك انرجي هتزيد لما الماس يزيد and decrease speed. لا. kinetic energy equal half mass time velocity square. فلما الماس تزيد الكاينيتيك تزيد، ولما الفيلوسيتي تزيد الكاينيتيك تزيد برضو، فلازم الاتنين يزيدوا. ماشي. تعالى رقم مع بعض كام؟ 3. بيقول لي kinetic energy of an object at rest equal 0. يعني اي جسم at rest يعني ثابت ما بيتحركش يبقى الكاينيتيك بزيرو. كاينيتيك بزيرو. ماشي. رقم 4 kinetic energy of an object is double. لما السبيد تبقى دبل لا غلط. ليه؟ لان الكاينيتيك انرجي equal half mass time velocity square. فلو الفيلوسيتي بقت دبل فدبل سكوير يعني كام؟ يعني 4، فالكاينيتيك انرجي هتبقى 4 اضعاف، يبقى لا هتبقى 4 اضعاف. ماشي. during the vertical throwing of an object اثناء ما انا حدفت الكوره vertically عمودي من فوق لتحت البوتنشال انرجي تزيد. لا انا اسفه هو مش فولنج هو throwing يعني حدفها. انا لما حدفت الكوره لفوق لما بطلع فوق البوتنشال انرجي بتزيد والكاينيتيك بتقل. صح. طيب السؤال اللي بعده the speed of the pendulum is zero when it passed to original position. بالعكس ده لما يكون الجسم عند الاوريجينال بوينت الفيلوسيتي اعلى حاجه فالكاينيتيك هتبقى اعلى حاجه، فبالعكس هتبقى greatest اعلى حاجه مش زيرو. رقم 7
The potential energy of an object that is at its maximum height equal its kinetic energy at the moment it reaches to the ground. يعني البوتنشال انرجي لما بتبقى فوق خالص هتبقى ايكوال الكاينتيك لما تبقى تحت خالص. ما هو هنا هوت لو البوتنشال ب100 الكاينتيك ب0، كل ما انزل البوتنشال تقل تتحول لكاينتيك لغايه ما وصلت تحت البوتنشال بقت ب0 كلها اتحولت لكاينتيك، فالكاينتيك بقت ب100. ففوق البوتنشال ب100 تحت الكاينتيك ب100. ماشي. سؤال رقم 8. The potential energy of the water held behind the high dam is converted into electric energy when it flow downward. البوتنشال انرجي بتاعت الميه في السد العالي، اول ما بفتح بوابات السد العالي الميه بتنزل، فكل البوتنشال تتحول لايه؟ لكاينتيك، والكاينتيك تتحول لالكتريك. فما ينفعش تقول لي ان البوتنشال هتتحول لالكتريك على طول، ما ينفعش. لا، البوتنشال تتحول لايه؟ لكاينتيك الاول. ماشي. state the mathematical relation، يعني اكتب القانون ما بين الكاينتيك والماس. يلا، كاينتيك انرجي ايكوال هاف ماس تايم فيلوسيتي سكوير. ماشي. رقم 2 كاينتيك انرجي اند سبيد، هي كاينتيك انرجي ايكوال هاف ماس تايم فيلوسيتي سكوير. طيب ميكانيكال انرجي اند بوتنشال وكاينتيك، ميكانيكال انرجي ايكوال بوتنشال انرجي بلس كاينتيك انرجي. ماشي. give reason. The kinetic energy of a truck is greater than the kinetic energy of a car when their speed are equal. kinetic energy بتاعت المقطورة الكبيرة أكبر بكتير من kinetic energy بتاعت العربية لو بيتحركوا بنفس السرعة. ما طبيعي، عشان التراك دي مالها هاي ماس، الماس بتاعتها وزنها تقيل، فطبعا الكاينتيك انرجي طاقة الحركة بتاعتها هتبقى أكتر بكتير من اللي وزنها خفيف. يبقى because the mass of the truck is more than the mass of the car. بيقول لي رقم 2 give reason. The work required to move a car increase as its mass increase. الورك اللي انا ببذله عشان احرك عربية بيزيد لما الماس بتزيد. لان الورك equivalent هو الكاينتيك انرجي، فلما الماس زادت الكاينتيك انرجي زادت، فالورك هيزيد. ماشي. السؤال اللي بعده. The kinetic energy of an object increase، الكاينتيك هتزيد لما بحذف الجسم its mass is constant. قال لي الكاينتيك بتزيد لما بنزل. اشمعنى؟ قال لي عشان كل البوتنشال بتتحول لايه؟ لكاينتيك. ماشي. السؤال اللي بعده رقم 4. هو ان pendulum ball passes through the original position. لما البندلم بيوصل عند الاوريجينال بوزيشن اللي هي دي نقطة الأصل بتاعته اللي في النص قبل ما يتحرك. حلو؟ ماشي، يعني قبل ما اخده كده واروح محركه. The kinetic energy is maximum. ليه kinetic energy في الحتة دي بتبقى maximum؟ لأن الفيلوسيتي في الحتة دي بتبقى maximum، والفيلوسيتي دايركت مع الكاينتيك. السؤال اللي بعده رقم 5 بيقول لي at a maximum height، عند أعلى ارتفاع reached by an object thrown up، إن أنا حدفت الكرة لفوق، its mechanical energy equal potential energy. ليه فوق البوتنشال قد الميكانيكال؟ لأن الكاينتيك بزيرو، يبقى because the kinetic energy equal كام؟ زيرو. رقم 6 the mechanical energy of an object falling from high is constant despite the decrease in its potential energy. الميكانيكال انرجي بتفضل ثابته مهما البوتنشال انرجي قلت. ايوه، لان الميكانيكال انرجي ايكوال البوتنشال بلس كاينتيك، فلو البوتنشال قلت مين هيزود قصادها؟ الكاينتيك، وكده كده الميكانيكال ثابته. ماشي. السؤال اللي بعده رقم 7 قال لي kinetic energy of an object can't exceed its mechanical energy. قال لي الكاينتيك ما ينفعش تزيد عن الميكانيكال. ايوه، ما هي الميكانيكال ايكوال الكاينتيك بلس البوتنشال، فازاي يعني الكاينتيك هيبقى اعلى؟ لا طبعا. يبقى because the mechanical energy equals the summation of
potential and kinetic energy. السؤال اللي بعده The high dam السد العالي has a great importance عنده أهمية كبيرة جدا in generate electricity إن هو يولد كهرباء. اشمعنى؟ قال لي لأن المية عندها potential energy change into kinetic energy. فلما المية تنزل تتحول لكاينتيك انرجي بتطلع ستيم بخار نتيجة الحركة بتاعتها. فلما تطلع بخار move the turbine بتحرك توربينات الطواحين الهواء. فلما التوربينات تتحرك تديني electricity. اوكي. رقم 9 The demolition pole is an example of energy conversion. قال لي الكرة اللي بتهدم المباني دي تعتبر صورة من صور تحويلات الطاقة لأن عندها بحول البوتنشال انرجي لكاينيتيك انرجي. ماشي. What happened when احنا بعد what happened في ايه؟ مسائل وكده خلاص. ماشي زي الفل. تعش بحبكم والله. طيب what happened ايه اللي هيحصل لو الماس of moving object decrease لو الماس قلت للنص؟ طيب بص يا صديقي انا عندي kinetic energy equal half mass time velocity square. الفيلوسيتي بيقول لي ثابته ماليش دعوه بيها. طيب بيقول لي ان الماس قلت للنص يعني الماس بقت نص يبقى هاف تايم نص تاني يعني يبقى كوارتر. فكده الكاينيتيك انرجي بقت كام؟ قلت للربع. يبقى kinetic energy decreased to quarter. ماشي. السؤال اللي بعده The speed of a moving object is double. بيقول لي ايه اللي هيحصل لو السبيد بقت الضعف؟ بص السبيد بقت الضعف والماس ثابته فايه اللي هيحصل للكاينيتيك انرجي؟ طب ما الكاينيتيك انرجي ايكوال هاف ماس تايم فيلوسيتي سكوير. فبيقول لي ان السبيد بيقول لي كده ان الماس ثابته ماليش دعوه بيها خلاص. بيقول لي ان السبيد زادت للضعف فالكاينيتيك انرجي ايكوال السبيد اللي هي الضعف سكوير يعني كام؟ 4. يعني الكاينيتيك انرجي بقت ايه؟ 4 اضعاف. اوكي. تعالى سؤال وات هابن رقم 3. بيقول لي the pendulum ball is drawing upward from its original point. يعني انا عملته ايه؟ حذفته upward من عند الاوريجينال بوينت. احنا اتفقنا عند الاوريجينال بوينت الفيلوسيتي اعلى حاجه فالكاينيتيك اعلى حاجه فكل ما ابعد كده فهنا الفيلوسيتي بقت 0 فالكاينيتيك بقت 0 والبوتنشال هي اللي اعلى حاجه. فهو عايز السبيد فالسبيد هيحصل لها ايه؟ ديكريز هتقل. اوكي. السؤال اللي بعده The pendulum ball reach its high point during its motion. البندلم وصل لأعلى ارتفاع اللي هو ده اهو. خلاص هو عايز الكاينيتيك والبوتنشال. البوتنشال هتزيد والكاينيتيك هتقل. طيب البندلم بول pass through to original point. يعني البندلم بول عدى عند نقطة الاوريجينال نقطة الأصل بتاعه فالفيلوسيتي هتبقى أعلى حاجة والكاينيتيك هتبقى أعلى حاجة والبوتنشال هي اللي هتبقى 0. السؤال اللي بعده The free falling of the object from the height. سبت الجسم بيقع من فوق فلما سبته البوتنشال هتقل والكاينيتيك هتزيد. طيب تعالى ناخد أسئلة يعني problems مسائل. Calculate the mass. احسب الماس of an object moving at a speed 10 يعني السرعة ب 10 if the kinetic 1000. ماشي. هو بيقول لي عايز الماس لما كانت السرعة ب 10 والكاينيتيك انرجي ب 1000. اوكي. في قانون بيقول ان الكاينيتيك انرجي ايكوال هاف ماس تايم فيلوسيتي سكوير. يبقى هاف ماس ايكوال معلش انا باخدها خطوه خطوه عشان مش بحب الماس. ماشي بالراحه. هاف ماس ايكوال كاينيتيك انرجي ديفايدد الفيلوسيتي سكوير. يعني هتبقى ايكوال الكاينيتيك ب 1000 ب 1000 ب 1000 صح ديفايدد الفيلوسيتي سكوير اللي هي 100 يعني 100. طب ال 1000 على ال 100 يلا هتديني 10. يعني هاف ماس ب10
يبقى الماس equal 10 times 2 يعني بكام؟ 20. اوكي السؤال اللي بعده. معلش انا اي حاجه هكتبها هنا همسحها عشان نرجع ايه نلاقي مكان نحل. كده كده انا كاتبه لك الموديل انسر بتاعك. طيب يلا. بيقول لي calculate the speed، احسب السبيد اوف ان اوبجكت الماس بتاعته بكام؟ ب 20 كيلو جرام and the kinetic energy، والkinetic energy بكام؟ 250. يلا عايزه السبيد لما كانت الماس ب 20 والكاينيتيك انرجي ب 250. طيب ما في قانون بيقول لي ان الكاينيتيك انرجي ايكوال هاف ماس تايم فيلوسيتي سكوير، يعني الفيلوسيتي سكوير ايكوال كاينيتيك انرجي ديفايدد هاف ماس. طب ما الكاينيتيك انرجي ب 250 ديفايدد هاف ماس اللي هي 20، يعني هاف 20 بكام؟ ب 10. طيب 250 ديفايدد 10 ايكوال 25، يبقى الفي سكوير ب 25، يبقى الفي بس الروت بتاع 25 اللي هو كام؟ 5. ماشي اوكي. تعالى السؤال اللي بعده. بروبلم رقم 3 يلا بينا. بيقول لي an object with mass 8 كيلوغرام is moving at a speed 5 meter per second. اوكي calculate the kinetic energy. اوكي بيقول لي ان الماس ب 8 كيلوغرام. يوهو القلم بصوا خلاص جاب اخره. والسبيد ب 5. هات لي الكاينيتيك انرجي ايكوال هاف ماس تايم فيلوسيتي سكوير. هاف ال 8 يعني 4 تايم فيلوسيتي سكوير اللي هي ال 5 يعني 25، فهتبقى ايه 100 جول. وهات لي الكاينيتيك انرجي لما of the object when its speed double. طيب السبيد دبل، فاحنا الكاينيتيك انرجي بص كاينيتيك انرجي هي السبيد سكوير، فالسبيد بقت دبل، فدبل السكوير يعني ايه 4، يعني الكاينيتيك انرجي زادت 4 اضعاف، فالاربع اضعاف بتوع ال 100 ب 400 من غير قوانين من غير وجع دماغ. طيب calculate the mass، احسب الماس of a ping pong ball. اوكي moving at speed لما اتحركت بسرعة 30 متر بير سكند given that its kinetic energy لما كانت kinetic energy equals the kinetic energy of a bowling ball with a mass of 7.5 كيلوغرام لما كان moving with speed 6 متر. حلو، يعني هو جايب لي كأنها مسألتين، بيقول لي احسبي لي الماس لما كانت السرعة 30. طب فين الكاينيتيك؟ راح جايبها لي كأنها مسألة تانية. الكاينيتيك هي نفس الكاينيتيك لما كانت الماس ب 7.5 والسبيد ب 6، فروحنا عملنا بقى ايه كاينيتيك انرجي ايكوال هاف ماس تايم فيلوسيتي سكوير، يعني هاف تايم 7.5 تايم 6 سكوير اللي هي 36. فلما نعملها بالكالكوليتر اهي هاف تايم تايم 7.5 تايم 36 يعني هتديني 135. خلاص انا كده جبت الكاينيتيك. طيب هاتيلي بقى الماس. ماشي القانون بيقول لي ايه؟ بيقول لي kinetic energy equal half mass time velocity square. طب half mass equal kinetic energy divided velocity square. velocity square kinetic energy بكام؟ 135 divided الفيلوسيتي سكوير بكام؟ هو جايب لي الفيلوسيتي بكام عندي اهي 30 سكوير يعني بكام؟ ب 900. يلا بينا يبقى 135 divided 900 equal 0.15. ده مين؟ ده الهاف ماس، يبقى الهاف ماس equal 0.15. طب يبقى الماس equal 0.15 تايم 2، هودي ده الناحية التانية كده تايم 2 يبقى هتديني 0.3.
يبقى الماس 0.3. فين الماس هنا؟ ماشي، مش هكمل لك، انا كملت لها لك تحت. اوكي ماشي انت هتبقى فاهم وعارف كل حاجه. يلا رقم 5. calculate the mechanical energy. احسب الميكانيكال انرجي. ممكن امسح حته بس عشان اعرف اكتب اهو. calculate the mechanical energy. ماشي. of the moving body. kinetic energy بكام؟ ب 40 والبوتنشال ب 30. طب ما الميكانيكال هي البوتنشال بلس الكاينتيك، يعني 30 بلس ال 40. دي سهل. calculate the kinetic. احسب الكاينتيك لما كانت الميكانيكال ب 50 والبوتنشال ب 30. يلا انا قلت ان الميكانيكال انرجي ايكوال البوتنشال انرجي بلس كاينتيك انرجي. طب الميكانيكال بكام؟ ب 50 ايكوال البوتنشال ب 30 تايم الكاينتيك هو عايزها بلس قصدي، فهو عايز الكاينتيك يبقى هودي ده الناحيه التانيه بالماينس، يبقى الكاينتيك انرجي ايكوال 50 ماينس 30 يعني ايكوال كام؟ 20. ماشي. السؤال اللي بعده بيقول لي a moving car. يلا a moving قصدي pendulum. a moving pendulum has mechanical energy ب 20. يعني الميكانيكال energy equal بقى 20. ماشي. calculate the potential energy. احسب لي البوتنشال energy equal كام؟ and the kinetic energy والkinetic energy equal كام؟ at the highest of the point away from original point. لما كان ارتفاع عالي قوي، فلما ارتفاع عالي قوي معنى كده ان الكاينتيك بكام؟ بزيرو. طيب يبقى الميكانيكال انرجي ايكوال بوتنشال انرجي بلس كاينتيك انرجي، فالكاينتيك بزيرو والبوتنشال ب 20، فالميكانيكال انرجي هتبقى 20. ماشي. السؤال اللي بعده تعالى نمسح كده الكلام ده علشان نعرف نحل. بيقول لي if you know that the potential energy of object at maximum height يعني فوق خالص before 100 calculate the mechanical energy. ماشي. ما هو فوق خالص ده الكاينتيك انرجي بزيرو، تمام؟ فالميكانيكال انرجي ايكوال البوتنشال انرجي بلس كاينتيك، والكاينتيك بزيرو كده كده فكانها مش موجوده خلاص، يعني هتبقى ايكوال كام؟ 400 جول. ده فوق خالص. ماشي. طب عند الميدل بوينت في النص بالظبط، ففي النص بالظبط البوتنشال هتقل النص فهتبقى 20. طب ال 20 الباقيه بقت مين؟ كاينتيك اهي، يبقى الكاينتيك بقت كام؟ بقت 20 والبوتنشال ب 20. ماشي. هات لي بقى الكاينتيك لما نزل تحت خالص. طب ما لما نزل تحت خالص البوتنشال بقت بزيرو، وكل 400 تحولوا لايه؟ لكاينتيك، فالكاينتيك تحت خالص بقت كام؟ 400. بكده يا صديقي خلصنا مراجعة يونت 1 شرح وحل المعاصر. يبقى دي مراجعة شهر ابريل بتاعتك، تمام؟ وبرضو هراجع لك يونت 3، بس انا قلت افصل ده عن ده عشان الفيديو ما يبقاش تقيل عليك. يا رب اكون قدرت اساعدكم بجد، من كل قلبي بتمنى لكم كل خير وكل تفوق وكل درجات حلوه. ربنا معاكم حبايبي، واشوفكم في مراجعة يونت 3. يلا باي باي.